يا صباح أو يا مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو. كل القصص اللي احنا هنحكيها دلوقتي دي قصص حقيقية وحدثت بالفعل، يعني هي بس الأسماء متغيرة، قصص منقولة قصص مكتوبة بس هي حقيقية. يلا بينا نبدأ. أول قصة معانا، بس قبل ما نقول أول قصة ياريت تتأكد إنك عامل اشتراك في القناة. يلا بينا. هسمي نفسي اسم وليكن عصام. اللي هحكيه ده حصل في بيتنا، يعني أنا كنت في قلب الأحداث وقت ما كل ده كان بيحصل. من حوالي سنة عمتي الوحيدة توفت الله يرحمها. عمتي دي كانت متجوزة خالي على مراته الأولى الله يرحمها هي كمان. فاكر يوم الوفاة ده كويس جدا كأنه كان امبارح. احنا صحينا الصبح على خبر الوفاة فجأة. كلنا كنا مصدومين لأنها كانت سليمة، يعني ما كانتش بتشتكي من حاجة. لكن طبعا الموت مكتوب علينا كلنا ومش هنعترض، بس انت عارف حالة الوفاة اللي بتيجي فجأة دي بتخض. بابا كان منهار جدا لأنه كان بيحبها لدرجة محدش يتخيلها، خصوصا قبل ما تتجوز لأن عمته كانت اتأخرت خالص على موضوع الجواز يعني. فكانت هي وبابا دايما محدش بيعرف يدخل بينهم كده، يعني عارف. أنا وخالي خلصنا كل حاجة وجت المغسلة غسلت وخلصنا كل حاجة وخلاص كنا على وشك إننا نصلي صلاة الجنازة، لما اكتشفنا إن المغسلة بتسأل على بابا. المهم بابا راح لها شوية وجه وبدأنا الصلاة. بعد الدفن بابا وقف على القبر ومرضيش يمشي. كل الناس حاولوا ينزلوه فرفض وقال لهم إنه هيفضل هنا هو يدعي لها، ورفض إن أي حد تاني غيري أنا وجوزها يفضل معانا. قعدنا قدام القبر ندعي لها وقت طويل جدا لحد ما أنا تعبت الحقيقة وطلبت نمشي، وبعد فترة فعلا مشينا. اللي لاحظته إن من ساعة ما المغسلة دي كلمت بابا إن بابا عينه اتحجرت بالدموع. من وقتها حسيت إن حزنه اتكتم جواه وهدي هدوء غير طبيعي، بس بصراحة ما دققتش وقتها. عدى يوم الوفاة ده وكام يوم بعده، وبعدين بدأت تحصل في بيتنا حاجات غريبة. احنا بيتنا بجنينة كبيرة وحواليه سور ببوابة معظم الوقت مقفولة. كنت ببقى سهران بالليل وكله نايم، اسمع صوت البوابة الكبيرة خالص دي بتتفتح يعني وبتتقفل، وده مستحيل يحصل لوحده الا لو حد فينا فتحها. اسمع صوت قطة مثلا من تحت الشباك، والصوت يعني كأن عيل صغير بيعيط بالظبط. اقسم بالله الصوت مش صوت قطة ابدا. الفكرة ان السور اللي حوالين البيت عالي جدا، يعني اعلى من ان قطة تعرف تعديه مثلا. احنا بقالنا سنين اصلا ما بنشوفش لا قطط ولا كلاب في المحيط بتاع البيت ده، بس قلت يمكن ده خالد بالنهار من بوابة والبوابة مفتوحة يمكن. الصبح وقبل ما البوابة تتفتح دورت على القطة ما لقيتلهاش اثر. بعد كام يوم من الحوار ده بدأنا نشم ريحة وحشة جدا في محيط البيت، وبعد التدوير لقيناها. القطة كانت ميتة وشبه متحللة تحت جذع الشجرة من شجر الجنينة. بابا بكل هدوء شالها دفنها في الجنينة من غير تعليق. ماما كمان معلقتش وسكتت وانا مستغرب ده. ماما دايما بتدي ردود افعال وبتتعصب من اقل حاجة. الحوار ده عدى وفضلت الدنيا هادية شوية حلوين، لحد ما في يوم وانا سهران بالليل سمعت الصوت بينادي على ماما، وده كان صوت عمته الله يرحمها. فزعت وقلت لنفسي اكيد تهيؤات. سكت شوية فالصوت اتكرر تاني مرة واتنين وتلاتة. بدأت استغفر لحد ما الصوت سكت. تاني يوم الصبح واحنا بنفطر فتحت الموضوع ده مع بابا وماما وحكيت لهم عن الحاجات اللي بتحصل. اتفاجئت بردة فعل ماما وهي بتزعق وبتقولي ما انت اللي بتسهر، ما انت لو بتنام زينا ما كانش كل ده حصل، لكن ازاي لازم تسهر وتسمع وتدقق. انا قلبي مقبوض اصلا من يوم القطة دي وساكتة. انما رد فعل بابا فكان عكسها تماما. هادي وما رفعش عينه عن الاكل حتى ولا ابدى رأيه خالص. وخلصنا اكل وقمنا. الليلة دي بالليل كنت سهران، لقيت باب الأوضة بتاعت بابا وماما بيتفتح
وبابا طالع. جه داخل عندي الأوضة وكنت سهران على التليفون، فلقيته بيخبط بهدوء وداخل. استغربت إنه جاي عندي فسألته في حاجة يا بابا؟ فبدأ صوته يتحشرج وعينه تتملي بالدموع وحسيته مش مظبوط خالص. سألته تاني في ايه يا حبيبي مالك؟ بدأ يعيط ويقول لي حمل تقيل ومش عارف اخد رأي مين ولا احكي لمين، ولا عارف انام ولا اقوم منه، وخلاص ما لقيتش غيرك احكي له. هديته وجبت له كوباية مية وبدأ يهدى ويحكي لي. قال لي في الأول كده عن الحاجات اللي حكيتها الصبح على الفطار، وقال لي إن هو كمان بيسمع وبيشوف أكتر من كده بكتير ومش عارف يعمل إيه. فسألته طب أنت عندك فكرة يا بابا ده من إيه؟ فسألني سؤال غريب جدا. قال لي هو مش الحاجات دي بدأت بعد وفاة عمتك؟ قلت له يا بابا بس أنا ما كنتش واخد بالي، بس ده حقيقي فعلا. قال لي أنا كنت شاكك في ده لحد ما اتأكدت. يوم الوفاة لما المغسلة ندهت عليا بدأت تحكي لي عن حاجة غريبة. قالت لي إن جسم عمتك كان كله علامات زرقاء زي اللي مضروب بعصاية، وإنها يعني لما شافت كده كانت ناوية إنها تطلع تنادي على حد أو تسأله، وشكت في السبب الوفاة. بتقولي هديت وخدت نفسي وبدأت أكب مية، لقيت العلامات دي بدأت تروح، فأنا نفضت عن دماغي إنها ممكن تكون آثار ضرب وبدأت أفهم إيه اللي ممكن يكون بيحصل. وأنا شغالة في الغسل أثناء الحركة كنت بسمع صوت صادر منها، صوت شبه التأوهات كده كأنها كانت بتتألم. في الآخر قررت أطلع أسألك هل الست دي كانت مريضة بأي شكل أو فيها حاجة؟ بص يا عصام، أنا قلت لها إن عمتك كانت كويسة، بس هي قالت لي إنها متأكدة إن دي آثار مس أو سحر، بس أنا أنكرت ده. لكن الحقيقة إن عمتك بقالها سنين بتتعالج من السحر، وكل ما يتفك يرجع تاني يتعمل. أصحاب كتير لما تعبت واتمرمطت عند الشيوخ وغيره لغاية ما بقيناش عارفين نعمل لها حاجة خالص. كانت دايما تشتكيلي وتقولي ساعدني، وأنا مش عارف أعمل لها حاجة، لحد ما خلاص ماتت وأنا مقهور وحاسس إني سبب في موتها. محدش يعرف الكلام ده غيري أنا وجوز عمتك وأمك، وما كناش بنقول حاجة خالص لحد بعد الوفاة. ولما بدأت تظهر الحاجات دي في البيت بدأت أسأل بقى وأروح للشيوخ اللي كنا بنروح عندهم عاوز تفسير، لحد ما عرفت. سكت شوية كده وبلع ريق وكمل. قال لي كل الشيوخ اللي رحت لهم يا عصام أجمعوا على حاجة واحدة بس، وهي إن اللي بيحصل ده معناه إن العمل بتاع الست اللي ماتت دي مدفون في البيت عندنا، أو في محيط البيت يعني. سكت شوية وأنا سكت مستنيه يكمل، فما كملش. قلت له واحنا ايه اللي هيجيب العمل ده بيتنا يا بابا؟ قال لي بالظبط كده، وده معناه حاجة واحدة بس، وهي ان العمل اصلا حد يقدر يدخل البيت وياخد راحته فيه، حد مننا. وقتها فهمت بابا كان بيرمي لايه. بابا كان يقصد انه طالما لا هو اللي عمل ولا اكيد انا، يبقى الحد الوحيد اللي فاضل هو ماما. سكت وبعدين قلت له ماما؟ رد عليا وقال لي انا خايف اقول كده او اواجه الحقيقة دي، اللي مجنني انها ليه تعمل كده، لو هي فعلا ليه تعمل كده. ساعتها لقينا باب الأوضة بيتفتح وماما داخلة. الليلة دي كانت أسود ليلة في حياتي. أنا كنت حاسس إني واقف قصاد ناس أنا معرفهاش. أمي بدأت تزعق وتقوله مش عارف عملت كده ليه، مش واخد بالك خالص. بدأت تحكي له إنها في أول جوازها لقت المر من عمتي الله يرحمها، وإن أبويا عمره ما واقف في صفها. أمي كانت بتحكي بقهرة إنه عمرها ما حست من أبويا حنان، وكانت شايفة إنه حاجز دايما هي عمتي، وعمتي كانت دايما لما بتلاقي أي حاجة حلوة بينهم تخربها وبتقوي أبويا عليها. وفي وسط الكلام قالت له دي حتى لما قالت لك ما تجيبش غير عيل واحد سمعت كلامها وحرمتني أجيب أخ لابني، كنت عاوز إيه أكتر من كده علشان أكرهها. الوضع ده زمان استمر بين بابا وماما لحد ما خالي قرر إنه يتجوز على مراته لأسباب يعني تعب مراته كده. وقتها أمي قالت له
يتقدم لعمتي، وكانت شايفة ان ده اللي هيخلصها. وفعلا خالي اتقدم، بس عمتي رفضته وقالت مش هتتجوز بعد العمر ده. قلب امي قاد نار، وشافت ان املها الوحيد انها تخلص من عمتي راح. بس الشيطان بدأ يلعب في دماغها، وقررت تعمل لها عمل يخليها تتجوز خالي فعلا، واتجوزته. بالوقت امي لقت ان عمتي لا لسه في حياتنا وبشكل كبير كمان، فكان لازم تخرجها بمعرفتها، وهي ما كانش قصدها تأذيها، هي كانت بس قصدها تبعدها عن حياتنا، لحد ما الامر وسع منها. وبعد العمل بقوا 2 و3 و10. خلصت حكي، وابويا ما كانش متحكم في اعصابه خالص، بدأ يزعق وكان هيمد ايده عليها لولا انا منعته. رمى على امي من الطلاق وطلع وسابها، وهو بيقول لها الصبح طلعي القرف اللي دفنتيه في بيتي وتمشي، ومش عاوز اشوف وشك تاني. ومن بعد الليله دي وانا خرجت من البيت ده وبزور ابويا اللي عجز فجأة كل اسبوع مرة مثلا، وامي لما بروح لها ببقى حاسس انها عاوزة تستخبى مني كده من كتر ما هي مكسوفة. انا عارف انها غلطت، بس يعني انا شايف ان بابا كمان غلط في حقها لما ما ادهاش ابسط حقوقها في حياتها يعني. دي كانت حكايتي مع الاعمال والسحر اللي بوظت حياتي وهدت اسرتي. اتمنى ان الناس تدعي لي ان ربنا ييسر لي الامور ويهدي بابا وماما، وشكرا جدا. القصة التانية، مش عارف لو كان حد قبلي حكى الموضوع ده ولا لا، بس مواضيع السحر دي بجد يعني طلعت اوسع واكبر واسوأ مما كنت اتخيل او اي حد يتخيل. الناس دي مغيبة، والله العظيم مغيبة، الدنيا لهياهم بشكل لا يوصف، بيعملوا حاجات يعني صعبة على حد فطرته سوية يتخيل ان بني ادم يعمل كده. وعلشان ايه؟ علشان بس يدور حد، والضرر ده اوقات بيكونوا قاصدين بأقرب الناس ليهم. مش هطول عليك اكتر من كده في المقدمة دي وهدخل في الموضوع. انا اسمي احمد، عمري 27 سنة، كنت متطوع في حملة تنظيف المقابر اللي كانت شغالة من فترة ولكني ما قدرتش اكمل بصراحة، وما اعرفش لو هما لسه مكملين او لا. اللي هحكيه ده تجارب حصلت قدام عيني، اعمال لقيناها وعرفنا قصتها، واعمال تانية معرفناش، وكان معايا صور والله بس للاسف وانا بدور ما لقيتهاش. السنة اللي فاتت انتشرت حملة اسمها تنظيف المقابر، وتوسعت بشكل لطيف الحقيقة، وكانت قائمين عليها شباب بيكون معاهم معالج بقرآن وكذا حد كده، وبندخل المقابر. في الأول كنا متشجعين جدا، وخصوصا بعد ما سمعنا عن أماكن جنبنا واللي حصل فيها. عايزة أقولك إحنا أول يوم بس طلعنا فوق 90 عمل. الأعمال أصلا مقرفة، يعني من أشكال الأعمال اللي لقيناها كان بالدم، وكان في كمان حاجات بقشر البيض وريش، وكان في حاجات بشعر وضوافر وخيوط وقماش، وكان في للأسف كمان حاجات بجلد حيوانات ودماجم قطط، وحاجات تانية صور مكتوب عليها. وقابلنا حاجات ما كنتش أتخيلها، قابلنا عرايس فيها أقفال وعرايس متخرمة وفيها دبابيس وكل حاجة كل حاجة. ما كنتش متخيل نلاقي الأعداد دي في منطقتي أساسا. كنا بنخرج الأعمال دي، وفي منها اللي بيفكوا يعني في مية وملح، وفي اللي بيبقى صعب علينا ومتعزم عليه تقريبا، وكان الشيخ بيقول انه لازم صاحبه يتعالج علاج قوي جدا لانه بيحتاج سحر تاني اصلا عشان يتفك. في اسحار كنا بنعرف قصتها بس ما كانش ينفع لا نقول ولا نحكي لحد. هحكي دلوقتي عن كام قصة كده عرفناهم من ضمن كل الاعمال اللي فكيناها. عندنا في البلد واحد واخوه، ابوهم كان مات وهم عيال صغيرين. الكبير طلع من التعليم واشتغل في ورشة، وبدأ يصرف على اخوه الصغير وخلاه يكمل تعليمه على احسن وجه، وفضلوا سوا، الكبير شغال والصغير بيدرس، لحد ما الكبير ده اشترى لهم بيت وقعدوا فيه. اتجوز وخلفوا، وبعد كام سنة جوز اخوه وعمل له كل حاجة كويسة. الولد الصغير ده كان ناكر الجميل، عمل اعمال لاخوه كتيرة جدا. الغل كان واكله ما تعرفش ليه، بالرغم من ان اخوه عمل عشانه كل حاجة كويسة تقريبا، عمل له عمل بالمرض والموت.
الراجل ده بقاله كام سنة دايخ على دكاترة محدش عارف له دوا، وتعب جدا يعني تقريبا بيموت كل يوم. ومش بس كده، لأ ده عمل له عمل تاني خلاه اتكتب له بيه البيت كله من غير ولا مليم، ومقعدهم في البيت مذلولين، كل ما حد يتكلم كلمة يهددهم بالطرد. لما فكنا العمل ده أنا كنت الصراحة خايف، يعني حاسس إن نفوس البشر وحشة جدا، أوحش من اللي ممكن أي إنسان سوي يتخيلها. الشيخ اللي كان معانا كان شايفنا مخضوضين، لكن قال لنا إنه شاف أكتر من كده بكتير، وحكى لنا بقى عن حالة هو كان عالجها. بيقولوا إن جات له واحدة ست في أوائل الخمسينات كده، بعد ما أهل بيته استقبلوها ما كانش متعود إن حد يعني يروح للبيت يعني، لكنها راحت بدون ميعاد سابق، فهم استقبلوها في بيته. قعدت لحد ما هو خرج لها وقال لها أموريني، وقالت له إنها قصدها في خدمة. قالت له أنا مرات ابني معمول لها عمل، وأنا عارفة إنه معمول لها، وعارفة كمان مين اللي عامل العمل ده، بس مش عارفة أتصرف إزاي. هداها وطلب منها إنها تحكي له من الأول إيه اللي حصل. قالت له إن ابنها متجوز بنت عمه في نفس البيت ومعاهم ولد. الولد عنده 7 سنين وعاوزين يجيبوا طفل تاني بس مش عارفين. هي ألحت عليهم كتير، وبدأت يعني وقت ما يحبوا ياخدوا قرارهم، لحد ما عرفت إن في مشاكل خاصة بين ابنها ومراته. تقريبا شبه مش طايقين بعض، حياتهم مش مستقرة إطلاقا ومش عاوزين يكملوا، لكن ما كانوش بيتكلموا. بدأت تقعد مع كل واحد لوحده، وكان الواضح جدا إن المشكلة الأكبر عند مرات ابنها، وعلشان البنت متربية معاهم في نفس البيت فكانت بتعتبرها أمها، وبدأت تحكي لها من غير خوف. قالت لها إنها مش طايقاه ولا طايقة تشوفه ولا يقرب منها، ونفسيتها تعبانة جدا واستحملت كتير ومش عارفة تكمل. الست قعدت معاها وبدأت تهون عليها جدا، وتقول لها طب حاولي وهاتي طفل ومش عارف ايه، والطفل هيقرب ما بينكم من مسافة، والفجوة اللي حصلت هتختفي. فعلا البنت سمعت كلامها وقرروا يجيبوا طفل جديد. شهر والتاني والتالت لحد ما عدى السنة والبنت ما حملتش، وبدأت تعاني من تعب ومغص شديد جدا، انتهى بنزيف متصل. راحت لدكتور قال لها ان عندها المبيض شبه انفجر، والتاني عليه تكيسات ومحتاج عمليات ضروري، وعملت عمليات وجروحات وغيره وحد ما بقت كويسة خالص. بس قال لهم ان نسبة الانجاب بقت ضعيفة جدا. بتقولوا لحد هنا يا شيخ ما كناش برضو شاكين ان ده ممكن يكون سحر او حاجة، لحد ما اللي على البنت نطق وكلمني. كنا قاعدين في يوم وانا كنت عمال اتخانق معاها على حاجة، البنت اغمى عليها فجأة وابتدى يطلع منها صوت راجل قعد يقول لي هموتها واريحكم منها يا اما هاخدها، اصلا هي بتاعتي من زمان. معرفش جبت الجرأة دي منين، ورديت عليه وقلت له لا دي مرات ابني. قعد يقول لي هريحكم منها، هي اصلا عمرها ما كانت ليكم، هي ليا من زمان. استجمعت قوتي كلها وكل ما فيا من قوة وقمت ضربتها على وشها بالقلم. عدى بتاع دقيقة والبنت ساكتة خالص، وبعدين بدأت تفوق. جبت لها شيخ والتاني، والعمل بيتفك ويرجع ويتفك ويرجع. في ناس جت دقت ومسامير قدام باب الشقة، وناس رشت حاجات، بس بمجرد ما واحد منهم بس بيتشال البنت بترجع تتعب تاني. الشيخ سألها يعني انتوا عارفين مين اللي عمل كده؟ قالت له انا عارفة، هو مش هي اللي كانت المقصودة بالعمل ده، دي كانت بنتي. واللي حصل ان بنت الست دي كانت على وش جواز، وكانت واحدة جارتهم عاوزاها لابنها، فقبل الفرح بشوية عملت لهم عزومة كبيرة جدا، وحطت في الأكل عمل مقصود بيه بنت في مرحلة الصبا، على أساس بنت الست اللي هتاكل منه. لكن يشاء القدير إن بنت الست دي ما تروحش العزومة أصلا، وإن مرات ابنها اللي حاليا كانت لسه وقتها متخطبتش، وهي اللي راحت وهي اللي كلت من الأكل ده. من يومها وهي تعبانة ومعاها السحر ده ومحدش يعرف. بتقول الشيخ إن في الوقت ما ابنها راح يخطب بنت عمه، جارتهم قالت لها بلاش دي، لو خدتيها هتندمي. الشيخ بيحكي إن البنت دي اتبهدلت بمعنى الكلمة بعدها، من أكتر الحالات اللي تعبت في العلاج. الجن اللي كان معاها كان ملحد،
ساكن الرحم، يعني عمرها ما كانت هتحمل في وجوده. كان بدأ يبقى فيه عشق وكان بينفرها من جوزها، كان مبهدلها على الآخر. كان كل ما يخرج يرجع تاني ويبهدلهم أكتر. بعد ما تم علاجها على خير حمدت ربنا، وربنا كرمها بطفل، بس للأسف الطفل ده كان دومي، يعني ما كانش معافى. وحالات من دي كتيرة خالص، من اللي كان معمول له السحر على عظمة، واللي كان معمول له على أجزاء شعر، وأشكال كتيرة جدا خاصة بس بالسحر. وأنا عرفت إن غالبا اللي بيعمل السحر ده بيكون حد قريب من اللي معمول له، حد يقدر يوصل لخصوصياته ويعرف تفاصيله. بجد الناس كلها لازم تاخد بالها وتحصن نفسها كويس جدا، وتحصن أهل بيتها كويس كمان. الصلاة والأذكار وغيره. الفترة اللي تطوعت فيها دي بس طلعنا حوالي 200 عمل وشوية، أعمال مقرفة، اللي بالدم واللي بالعظم وغيره. أرجوكم خلوا بالكم من نفسكم وكونوا حريصين جدا. ربنا يحمينا وإياكم. القصة الثالثة، من غير تفاصيل كتيرة أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا متجوزة من حوالي 3 سنين، خلصت جامعة واتجوزت على طول بعدها. جوزي ده اتقدم لي بعد ما اتخرجت بكام شهر. كنا احنا الاتنين جاهزين بشكل كافي ومتقبلين بعض، فاتخطبنا. اتجوزنا كمان في خلال سنة بالكتير. بعد جوازي بشهر مثلا كنت بحس اني مش قادرة اخد نفسي كويس، بحس بتعب وخنقة كتيرة جدا، بحس اني مش طايقة الشقة ولا طايقة القعدة فيها، واحيانا كنت بحس اني مش عاوزة اقعد مع جوزي كتير، وبحس بحمل وخنقة جوايا لما بشوفه. حسيت اني اتسرعت جدا في الجواز، واني ما بقتش حباه ولا حابة البيت اصلا، وعاوزة ارجع اقعد مع امي تاني. مع الوقت هو حس بنفوري اللي بدأ يزيد جدا، وبدأ هو يقرب مني علشان الفجوة دي ما توسعش وحياتنا ما تبصش. فضلنا على الحال ده، هو يقرب وانا ابعد، لحد ما الامر اتطور خالص. فلجأ للكلام معايا بشكل صريح. بدأت اقول له اللي انا حاساه واقول له على كل حاجة. سألني عن الصلاة علشان هو بيبقى معظم يومه في الشغل، فقلت له اني بصراحة بدأت اقصر في الصلاة، وده مش من طبعي، وهو كان عارف ده. بدأ يشك. بقى كل يوم قبل ما يخرج من الشغل شغل قرآن كتير، فيجي يلاقيني طفياه. عدى الموضوع ده، وبعدين لقيته في يوم جايب لي ازازة فيها مية، قال لي انه جايبها من شيخ يعرفه علشان لو فينا حسد او كده يروح. اتخدت شوية وبعدين بدأت اشرب. حسيت اني بشرب حاجة مرة حاجة شربتها في حياتي. ما قدرتش اكمل، وبدأت اتشنج وجسمي كله يوجعني، وبعدها اغمى عليا. وعرفنا وقتها ان في حاجة غلط بتحصل. رحنا للشيخ والتاني قالوا لنا اني شاربة سحر ايام الفرح، والسحر ده من ايام الفرح، يعني انا كنت شاربة سحر من ايام الفرح، والسحر ده هيحتاج وقت علشان اقدر اخرجه واستفرغه. وفعلا كنت بحضر الجلسات دي، وكنت بتعذب فيها كأن روحي بتطلع. الحمد لله ربنا شفاني، وبعد حوالي 5-6 شهور تقريبا ظهر علي اعراض حمل. رحت للدكتور وفعلا اكد لي الخبر، وكنت فرحانه جدا جدا اني هبقى ام اخيرا. كلمت ماما وصاحبتي وحكيت لهم عن موضوع الحمل ده. صاحبتي دي يعني اختي، بمعنى الكلمه اختي، من واحنا عيال تقريبا. هي كانت في كل خطوه معايا. تاني يوم لقيتها جايه هي وماما، وجايبين حاجات كتيرة جدا ولعب علشان البيبي اللي لسه عارفين بوجوده، ولبس ينفع للمولود وكل حاجة تقريبا. كانت أحلى لحظاتنا اللحظات دي. ما كملتش أسبوع والبيبي نزل. حصلني إجهاض من غير أي مقدمات. صحيت من النوم الفجر على مغص شديد جدا، والبيبي نزل. كلموني هونوا عليا، وجوزي كمان هون عليا وقال لي إنه طالما كان في بيبي يبقى بإذن الله ربنا هيعوضنا بغيره، وهنبقى تمام يعني. وفعلا هديت وصبرت واستنيت الحمل التاني بفارغ الصبر، بس ما جاش. 2 مستنية بيبي تاني بس ما فيش. لفيت على الدكاترة لحد ما تعبت. طلبت منهم اني اعمل حقن مجهري، بس هم قالوا
اني ما عنديش مانع للحمل ده، لا انا ولا جوزي ولا اي حاجة تمنع ده، فاحنا نصبر وبإذن الله يحصل. فضلت على الحال ده لحد ما تعبت. كنت على وشك الانهيار لما سمعت جوزي بيكلم واحدة تانية في يوم. كان عندي هاجس زمن بيقولي انه هيتجوز عليا علشان يجيب بيبي، ولما سمعته بيكلمها بدأ الهاجس ده يزيد. كلمت صاحبتي وحكيت لها، جات لي تاني يوم وانهارت وانا بكلمها وانا خايفة جدا جدا. قامت عملت لي ينسون يهديني في وسط ما انا كنت منهارة، وهونت عليا وبعدين روحت. يومها بالليل تعبت جدا واغمى عليا. جوزي ما كانش لسه جه من الشغل، ولما جه لقاني كده شالني وحاول يفوقني، مفوقتش. قام رن على الدكتور اللي رجع، لقاني قاعدة على السرير ببصله وببتسم. هو قال لي انه استغرب تصرفاتي وقتها. ساعتها تقريبا انا ما كنتش فايقة ومش فاكرة اللي هو حكاه اصلا، بس انا هقول اللي حصل يعني. قال لي انه لقاني ببتسم له ابتسامة غريبة جدا، وقمت من غير ما اتكلم ودخلت الحمام وخرجت، وكانت على وشي نفس الابتسامة. بيكلمني ما بردش. خاف جدا فراح شغل قناة القرآن، لقى نظرتي اتغيرت وبدأ يقرأ هو كمان، وانا بدأت اصرخ وازعق فيه وصوتي اتغير، وهو ساعتها فهم اللي بيحصل. رن على الشيخ، جالنا البيت. الشيخ جه فعلا وقرا عليا لحد ما فوق، وطلب يلف في الاوض بتاعت الشقة. دخل أوضة الأطفال ووقف فيها شوية، وبعدين طلع وهو في إيده عروسة كده، وقعد على الكرسي وأنا قاعدة وجوزي حاضني وبعيط. الشيخ بصلنا وسألنا معانا أطفال، فقلنا له لأ. طلب من جوزي مقص، وفعلا جوزي قام جابهوله. فتح العروسة بالمقص في وسط نظرتنا اللي احنا مش عارفين هو بيعمل ايه، وبدأ يطلع الألياف اللي هي محشية بيها. وفي وسط اللي بيطلعه طلع حاجة، ورقة محطوطة جوه العروسة، وريها لنا وقال لنا انه هيتخلص منها بمعرفته، وقال لنا اني شاربة انا سحر قريب، حاجة من المكلف بيها تشتغل على الأعصاب والأفكار، والسحر اللي كان في العروسة ده بمنع الخلفة. الشيخ قال لنا انه هيجي كذا مرة علشان يخليني استفرغ اللي شرباه، وقال لنا ان اللي عامل السحر هو اللي عامل ده. وفي وسط كلامه قال ان هو نفس الشخص اللي عمل العمل الاول، مع اننا ما كناش قلنا له ان معمول لنا حاجة قبل كده. الراجل خرج من هنا وانا انهارت من العياط. جوزي جه من بره بيسألني مالك، فبدأت احكي له واقول له فلانة صاحبتي هي اللي جايبه لي العروسة دي، وان هي اللي شربتني الصبح ينسون، وده معناه ان هي اللي عملت لي العمل الاول. استغرب من انها كانت عندي الصبح، وطلع تليفونه ورن عليها قدامي. طبعا انا قاعدة معرفش هو جاب رقمها منين. قعد يرن وفتح السبيكر، لقيتها بتقول له ايوه يا حبيبي. اتكلم معاها شوية وبعدين قال لها انه عاوز يشوفها بكرة، فسألته ليه، قال لها انها وحشته. سكتت وبعدين قالت له فين، قال لها تيجي هنا. قال لها اني قلت له اني كنت تعبانة وهي جت وكده، وتيجي تاني بحجة انها تطمن عليا. وافقت فعلا وقفل المكالمة وقال لي يلا ننام. بصيت له بكل هدوء وخدت نفسي ودخلت الأوضة بتاعت الأطفال، قفلت عليا من غير ما أسأل على أي حاجة. الصبح فعلا لقيتها جت، هو ما نزلش الشغل وفضل في البيت. فتح لها هو لما أنا رفضت أخرج، ودخلت قعدت في الصالون. جه جوزي خبط عليا وطلب مني أخرج، وإنه لما يخلص اللي هيعمله ده بعدين نتفاهم. خرجت فعلا وقعدت معاها يعني وانا مش طايقاها، لحد ما لقيت جوزي داخل وشايل صينية متغطية، حطها قدامها وبصلها وضحك وقال لي اشيل الغطا. مديت ايدي شلت الغطا علشان الاقي على الصينية العروسة اللي الشيخ قطعها امبارح. بصيت له وبعدين بصيت لصاحبتي، فلقيت لونها اتخطف كده ووشها اصفر وفضلت تبلع في ريقها. جوزي بصلها وقال لها مالك، اجيب لك ينسون؟ خدت شنطتها وقامت علشان تمشي، فقال لها انه مقفل كل الابواب. قعدت تتنفد بسرعة وغالبا كانت عاوزة تقلب الموضوع عليه بانها تقول لي انهم على علاقة ببعض، بس طبعا هو كان سابقها بخطوة ومعرفها. ولما لقت نفسها اتزنقت بدأت تتكلم.
اعترفت انها اللي عملت لي الاعمال دي وانها بتكرهني وبتغير مني. كانت بتتكلم بغل وهي بتقول لي انا اتخطبت 3 مرات قبلك ولا مرة فيهم نفعت ولا مرة فيهم كملت واتجوزت، وكلهم كانوا بيقارنوني بيكي، وانت اتخطبتي واتجوزتي في سنة واحدة بس. جوزك ادب واخلاق وكل صفاته كويسة، وفوق كل ده بيحبك، وبعد الجواز ما يكملش كام شهر وتحملي، وكنت هتخلفي لولا اني لحقتك. حياتك مترتبة وانا حياتي ما فيهاش اي حاجة عدلة. سكتت فقلت لها وما كفاكيش كل ده كمان بتخطفي جوزي مني؟ قالت لي بكل بجاحة ان ده مش خطف، هي بس اتعاملت معاه كويس وهو استجاب لده. سألتها عن اليانسون فقالت لي ان ده علشان قالت لي ان ده علشان ما ابداش اعمل ان انا زعلانة وجوزي يخاف على زعلي فيسيبها. كنت مصدومة وانا بسمع كل ده، نفسيتي تعبت من كلامها. دي كانت صاحبة عمري واكتر من اختي بتعمل كل ده. جوزي طردها من البيت وقال لها نفسيتي تعبت جدا، فلميت هدومي ورحت عند ماما. بعد كام اسبوع هديت وبعت لجوزي اني عاوز اتطلق. من وقتها وهو بيماطل وبيحاول يصلح بينا، وانا بحبه بس هو كسر ثقتي فيه ووجع قلبي جدا. انا محتارة بصراحة وقلبي وجعني، وارجوك قول للناس يدعوا لي ربنا يصبرني ويعوض عليا ويهديني للصح. لحد هنا تكون انتهت القصص. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. محدش ينسى يعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل القصص اللي انا بنزلها اول باول. اتمنى ان القصص تكون عجبتك، فلو عجبتك ما تنساش وانت طالع تعمل لايك، ولو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك، ولو مش مفعل الجرس تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بينزل. اشوفكم في قصة تانية، وخليكم فاكرين ان حكايتنا ما بتنتهيش. 3 2 1 ربنا بيبعت لنا إشارات تبعدنا عن حاجات معينة، وفي معظم الأوقات دي ما بناخدش بالإشارات ديت، وبرضه بنعمل اللي احنا عاوزينه. علشان كده لما بنتأذي فيما بعد بنقول يا ريتنا كنا خدنا بالإشارات من الأول وبعدنا أصلا عن الموضوع ده كله. بس هنعمل إيه؟ الفضول والعناد والطمع هم طباع البشر. من 4 سنين تقريبا كنت بدور على بيت مستقل، لان انا مش حابة افضل ساكنة في شقة، وده ببساطة لان اولادي كبروا. انا ست متجوزة وعايشة في عيلة بتتكون من 7 افراد، انا وجوزي و4 بنات وولد. وبالفعل جوزي بدأ يدور على بيت سعره رخيص ومناسب لينا. دور جوزي كتير لحد ما في يوم من الايام كده وقال لي ان هو لقى بيت قريب مننا، وقال لي كمان ان البيت ده بيت مستقل مبني بنظام فيلا وبدور واحد بس البيت ده فيه مشكلة. المشكلة كانت اللي مأجره وسابه ومشي من غير ما يبلغ صاحبه، وصاحبه خايف يكسر الباب او ياخد البيت لا يكون صاحبه مثلا مسافر وساب حاجته جوه ولا حاجة. لكن لما المدة طالت صاحب البيت قلق، حاول يتواصل مع اي حد يعرف المستأجر ده، لكنه موصلش لأي حاجة، والبيت لسه مقفول لحد النهاردة، واللي مأجره سابه ومشي. وقتها قلت لجوزي كلم صاحب البيت وشوفه هيعمل ايه بسرعة، لان انا زهقت واتخنقت من قعدتي في الشقة الصغيرة اللي مبقتش اصلا تساعدنا خالص. رد جوزي وقال لي ان هو هيكلم الراجل وهيحاول يأجر البيت بأي طريقة. فعلا جوزي كلمه، والراجل قال له نستنى شوية، ولو المستأجر ما ظهرش ولا عرفنا نوصله يبقى هكسر الباب، وبكده يبقى انا استنيته شهور كتير وعملت اللي عليا. عدت ايام وانا زهقي ان الشقة بتكبر يوم عن يوم، وكمان فكرة البيت وتأجيره كانت بتكبر في راسي يوم عن التاني، لحد ما في يوم قلت لجوزي ان انا عاوز اروح اشوف البيت ده، اشوفه على الاقل من بره بس، شوف موقعه وهو يمكن ما يعجبنيش، ولو ما عجبنيش هقولك نشوف غيره.
سمع جوزي كلامي وخدني ورحنا بصينا على البيت من بره اللي كان وصفه كالآتي. كان فيلا مش بيت، فيلا من دور واحد، باين انها مهجورة بس شكلها بصراحة كان كويس جدا جدا مقارنة بسعر ايجارها رخيص قوي، وكمان المنطقة اللي كانت فيها الفيلا منطقة كويسة جدا وقريبة، والجيران كان واضح انهم محترمين وفي حالهم. وقتها انا انبهرت بصراحة، اصريت ان جوزي يكلم صاحب الفيلا تاني وناخدها في اقرب وقت، او على الاقل نستقر فيها قبل امتحانات الثانوية اللي كانت فيها بنتي كبيرة. جوزي فرح لما فرحت بالبيت، لان هو طالما عجبني هو هيسعى لحد ما صاحبه يوافق ان هو يأجره لنا. وبعد كده مشينا على شقتنا، كنا بعد المغرب تقريبا. اكلت مع الاولاد وقعدت معهم شوية، بعد كده دخلت نمت. اول ما حطيت راسي على المخدة وبدأت اروح في النوم، حسيت بايد بتمسكني من رجلي. صحيت من النوم لكن رجعت نمت تاني، وقلت بيني وبين نفسي انا اكيد ده انا ممكن اكون بحلم او بتخيل. عارف انت حلاوة النوم اللي تخليك رغم اي حاجة غريبة تبقى عاوز تقفل عينيك وتنام؟ اهو ده بالظبط اللي حصل لي. قفلت عيني وكملت نوم علشان اول ما انام احلم بحلم غريب جدا. شفت نفسي خارجة من شقتي ورايحة للبيت. فضلت ماشية لحد ما وقفت قصاد بوابة البيت اللي كانت مفتوحة، وفضول مني اتمشيت لحد ما دخلت جواه. البيت من جوه كان مبني بشكل دائري، وفي نص البيت تحديدا قصاد الباب بالظبط كان في سلم من غير ترابزين بيطلع على سطح البيت. السلم كان مليان قطط سودا. تحت السلم كان في بقعة دم كبيرة، كانت القطط اللي واقفة على السلم بتشرب من بقعة الدم دي. انا واقفة بصة للقطط مش مئزاز. سمعت صوت الباب بيتفتح، بصيت ناحية مصدر الصوت، لقيت بوابة بتتفتح في حيطة من حوائط البيت. دخلت من البوابة دي لقيت نفسي في أوضة كبيرة مليانة مصاطب وسقفها عالي جدا. فضلت ألف في الأوضة وأنا حاسة بخنقة وضيق بسبب إن الأوضة كانت ريحتها سيئة جدا، لدرجة إن هي خلتني عايزة أخرج منها. لكن لما بصيت على المدخل اللي أنا دخلت منه ملقيتوش، بس لقيت باب ظهر في آخر الأوضة من الناحية التانية. مشيت ناحية الباب اللي أول ما خرجت منه لقيت نفسي في الشارع. بصيت ورايا على البيت لكن ملقيتوش، وكأنه ما كانش موجود أصلا. وقفت ببص على مكان البيت اللي بقى أرض فاضية، لحد ما فجأة حسيت بخبطة قوية شالتني من على الأرض، وكأن عربية خبطتني. صحيت وقتها من النوم وأنا درجة حرارتي مرتفعة جدا، عرقانة عرق مش طبيعي ولا مناسب حتى للجو، لأن ما كانش حر لدرجة إن أنا أبقى حاسة بإن أنا مبلولة من كتر العرق، ولا حاسة بحرارة شديدة جدا. قمت من النوم وتداركت الموقف ومرضتش أحكي لجوزي ولا ولادي على أي حاجة، لأن أنا مش عاوزاهم يخافوا من البيت، لأن أنا حابة البيت قوي، حابة إن أنا أسكن فيه. فخفت إن أنا أحكي لهم عن اللي شفته في الحلم لا يرفضوا ولا حتى يخافوا ولا أي حاجة. خفت إن أنا أقول لجوزي اللي يصرف نظر عنه، بس سكت ومحكتش عن اللي شفته لأي حد. مر أسبوعين على اللي حصل لحد ما في يوم لقيت جوزي بيقول لي إن صاحب البيت خد إجراءاته وفتح البيت، ووافق كمان إن إحنا نأجره. وقتها فرحت أكتر لما جوزي قال لي إننا هنروح نشوف البيت من جوه. تاني يوم رحنا أنا وهو البيت اللي لما دخلت من بوابته افتكرت الحلم اللي حلمته. البيت كان زي ما شفته في الحلم بالظبط، نفس شكله من جوه ونفس تفاصيله، وكأني بعيش الحلم بجد. الحقيقة ما كانش الحلم بالظبط، لأن أنا ما شفتش قطط ولا دم عند السلم. البيت كان عادي مفيهوش حاجة غريبة. بصراحة هو ما كانش عادي قوي.
البيت كان فيه حاجات غريبة زي مثلا ريحته سيئة، والطبقة البنية اللزجة اللي كانت مغطية الحيطان، والمية اللزجة اللي كانت موجودة في كل مكان في البيت. المية اللي كانت موجودة بكثرة في أرضية رخامة المطبخ. كل ده كان شيء طبيعي بالنسبة لبيت مقفول بقاله فترة، لكن اللي مش طبيعي هو كمية الصراصير اللي كانت موجودة في كل مكان، وكمان الفيران اللي كانت متنشرة بكثافة كبيرة جدا في الجنينة بتاعت الفيلا. كل الحاجات الغريبة دي مهمتنيش. قلت لجوزي إننا هنضفه، هنخليه بيت يصلح للمعيشة. فعلا جوزي وافقني رأيي، لأن المكان كان سعره كويس جدا ومساحته كبيرة زي ما قلت قبل كده. تاني يوم على طول مضينا عقد الإيجار وجهزنا نفسنا عشان ننضف البيت وننقل فيه أغراضنا. بعد ما مضينا العقد بيوم رحت أنا وجوزي اللي كان خد المفتاح من صاحب البيت، وكان معايا أخويا واتنين من إخواتي البنات. بدأنا ننضف البيت، لكن أقسم بالله وإحنا بننضفه كنا حاسين إن في حد بينضف معانا، أو البيت اتنضف بسرعة ما تتناسبش أبدا مع عددنا، لدرجة إنه قبل المغرب كان اتنضف تماما، بقى بيبرق زي ما بيتقال، لدرجة إن الفيران والصراصير اللي كانوا مالين كل مكان في البيت اختفوا، وحتى الريحة اللي كانت بتحل المكان اختفت تماما بمجرد ما خلصنا تنظيف. بس الحاجة الغريبة اللي ما كانش لها تفسير هي اختفاء الفيران والصراصير أثناء ما كنا بننضف في البيت، من غير حتى ما نستعمل أي رش أو مبيد حشري. المهم بدأنا نجهز نفسنا للمعيشة في الفيلا دي. نقلنا العفش وسكننا البيت الحمد لله، كان كل شيء ماشي تمام لحد ما بدأت الأمور تسوء. بس قبل ما أحكي الأمور ساءت إزاي، خلوني أقول إن إحنا لما سكننا في البيت كان تقريبا في أواخر شهر ديسمبر. في ليلة من الليالي وبعد ما سكننا البيت بأيام كان الجو متقلب، المطر كان مغرق الشوارع. بما ان الوضع عندنا في فلسطين ما يسرش بسبب الحصار والكهرباء اللي بتقطع كل فترة بالليل، فليلتها النور قطع. بنتي الكبيرة وقتها قالت لي انها هتنام، وطلبت مني ان انا اصحيها على الساعة 1 بعد نص الليل تكون الكهرباء رجعت علشان تقعد تذاكر. وفعلا دخلت تنام في اوضتها وانا قعدت في اوضتي، لحد ما فجأة وبعد مرور حوالي ساعتين سمعت صوت صراخ بنتي. خرجت من الأوضة علشان أروح أشوفها بتصرخ ليه، بس أول ما خرجت لقيتها جاية جري ناحيتي من الحمام بتجري وبتصرخ. حضنتها وسألتها عن سبب صراخها، لكنها ما كانتش قادرة تتكلم، كانت عمالة تعيط. فضلت أحضن فيها لحد ما هديت. بعد كده اتكلمت وقالت لي إن لما جيت أدخل الحمام لقيت جواه حد إيده طويلة، ظهره محني، حد عينيه حمرا، جسمه كله اسود مش باين منه اي ملامح. طبطبت على بنتي ورحت انا وهي ناحية السلم اللي كنت حاطة عنده الكشاف الكبير علشان ينور البيت كله لما قطع النور. خدت الكشاف ودخلت انا وهي الحمام، لكننا طبعا ما لقيناش اي حاجة. اديت بنتي وقلت لها ان ممكن يكون بيتهيأ لها او حتى حاجة. فعلا بنتي صدقتني او عملت نفسها مصدقاني علشان الليلة تعدي. خدت بنتي ودخلنا اوضتها، فضلت قاعدة معاها عشان ما حاسسهاش ان هي لوحدها لحد ما الكهرباء رجعت. ومع رجوع الكهرباء بنتي تمالكت نفسها، قعدت تذاكر لحد ما تعبت ونامت، وانا نمت جنبها علشان ما تحسش بخوف. من بعد اللي حصل مع بنتي وبدأت الأحداث تتوالى، واحد ورا التاني في البيت بقى بيسمع أو بيشوف أو بيحس بحاجات غريبة أو مش موجودة. أوقات الكهرباء كانت بتقطع في البيت عندنا إحنا بس، والبيوت اللي حوالينا تبقى منورة، ومع قطع النور نسمع ازاز بيتكسر وفجأة يجي النور بسرعة زي ما قطع. ولما ندور في البيت على الازاز اللي اتكسر ما نلاقيش اي حاجة، ولا نلاقي اي ازاز مكسور من الاساس. وزي مثلا ما باب الحمام اللي كان
يتفتح ويتقفل بقوة واحنا نايمين ونصحى على صوته، واول ما نصحى نبص عليه نلاقيه مفتوح ما اتقفلش. وزي مثلا ابني اللي اوقات كتير كان بيجي يقولي ان انا كنت بنادي عليه وانا اصلا ما كنتش بنده عليه. ومش بس ابني، كلنا كنا بنسمع حد من العيلة بينادي على التاني، ولما نروح له بنكتشف ان هو ما كانش بينادي اصلا. وزي مثلا عربية جوزي اللي كانت بتبقى مركونة في الجنينة، وبالليل بنسمع اصوات ابوابها وهي بتتفتح وبتتقفل بقوة، ولما كنا نخرج ونشوفها نلاقي ابوابها مقفولة زي ما هي. ده غير الظل الاسود اللي كنا بنشوفه قصاد ابواب الاوض بالليل، او ساعات بنشوفه بيتجول في البيت بالليل لو حد راح للحمام ولا حاجة يعني. عادت ايام وكنا بنتجاوز اللي بيحصل ده بان احنا بنقرا قرآن وبنحرق ورق اللورة، او مثلا بنمسح البيت بمية وملح. لكن الغريب بقى ان انا لما كنت بمسح البيت بمية وملح كنت بحس بحاجة غريبة جدا. الحاجات اللي كنا بنشوفها كانت بتزيد ما بتقلش. تركنا كل ده وفضلنا عايشين لحد ما في يوم كده جات لي صديقة ليا. صديقتي دي من زمان جدا، احنا عارفين ان هي عندها شفافية وانها بتقرا الفنجان، بتقدر تشوف حاجات احنا ما بنقدرش نشوفها. المهم صديقتي دي كانت جاية تبارك لي على البيت، فعملت لها وعملت نفسي قهوة وقعدنا في جنينة الفيلا نشرب القهوة دي. ففضلنا نتكلم لحد ما فجأة لقيتها مسكت الفنجان الفاضي بتاعي وبصت فيه. وقتها وشها اتغير، بدأت تبرق للفنجان بطريقة تخوف. فلقيتني بقول لها في ايه؟ شايفة ايه في الفنجان؟ بصيت لي وهي على وشها علامات فزع ورعب وقالت لي شايفة حد في فنجانك عامل حادثة، حد متدشدش بمعنى الكلمة، حد وشه ازرق وكله دم وجسمه متربط. بصراحة انا خفت، اتخذت لان جوزي بيشتغل سواق ومعرض لحوادث الطرق. بس بيني وبين نفسي استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت لها لا 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 بعد الشر عنه. لما قلت لها كده ردت عليا وقالت لي عنه؟ هو مين ده؟ انا شايفة في الفنجان واحدة ست مش راجل، ست ملامحها مش واضحة. قالت كلامها كده وبعد كده سكتت وانا كمان سكت لان انا قلبي اتاخد. بس كنت على يقين بان ان هو لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. قعدت دقايق وصاحبتي دي روحت، خدت شنطتها وراحت على بيتها وانا نيمت ولادي ونمت معاهم. ليلتها كانت ليلة هادية ما حصلش فيها اي احداث غريبة على غير العادة، بس المطر في الليلة دي كان شديد قوي. نمت نوم عميق والصبح صحيت لقيت السلم وصلت الفيلا مليانين مية، وده طبعا بسبب المطر. صحيت جوزي وقلت له نطلع نشوف حاجتنا اللي فوق السطح دي لا تكون اتبلت ولا حاجة. طلع جوزي ومعاه ابني اللي عنده 15 سنة للسطح، وبعد كده نزل وطمني ان مفيش اي حاجة من اغراضنا اللي على السطح باظت. شكرت ربنا وخدت مساحة كده وطلعت امسح المية اللي كانت مغرقة السلم. كنت بمسح السلم لحد ما فجأة وصلت تقريبا لنصه، يعني كان متوقع حوالي 7 درجات. بس فجأة وقفت لما حسيت بصوت نفس جاي من ورايا. لفت عشان اشوف النفس ده مصدره ايه لكن ما لقيتش حد. بس فجأة حسيت ان حد زقني في كتفي بقوة علشان اقع من على السلم وافقد الوعي. فقت لقيت نفسي على السرير في المستشفى، حواليا اهلي وولادي وجوزي كلهم كانوا واقفين بيعيطوا وانا مش فاهمة حاجة.
لأن المشهد كان غريب، لكن الأغرب هو إحساس الفظيع بالألم لما حاولت إن أنا أتحرك، وده ببساطة لأن أنا كنت مصابة بكدمات وجروح في وشي وفي أماكن متفرقة بالجسم. جيت وبصيت لهم باستغراب وسألتهم أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ وقتها جوزي بصلي وهو بيدمع وقال لي انت اغمى عليكي لما وقعتي من على السلم في البيت. بصيت له باستغراب وقلت له سلم ايه وبيت مين؟ حاولوا يهدوني، ولما بدأت اتعصب واسألهم بعصبية عن اللي حصل، وده ببساطة لأن أنا كنت ناسية كل اللي حصل. بعد شوية هديت ونمت لأن أنا حسيت إن أنا تعبانة محتاجة ارتاح. لما صحيت حوالي بعد 3 ساعات تقريبا كنت فقت شوية، بس برضه ما كنتش فاكرة وقتها اللي حصل ايه، ولا كنت فاكرة السلم ولا حتى البيت. أنا كل اللي كنت فاكرة شوية معلومات عن أهلي وبس. فقت لقيتهم لسه حواليا، كان معاهم دكتور بيشرح لهم إصابتي اللي كانت عبارة عن كدمة قوية في كتفي الشمال وكسر في إيدي اليمين وفتحة استلزمت 5 غرز فوق عيني الشمال، وفتحة في شفتي استلزمت 7 غرز، ده غير طبعا الكدمات والجروح المتفارقة. كان واقف الدكتور وكان معاه حد من الشرطة. لما سألني عن اللي حصل قلت له ان انا مش فاكر اللي حصل وانكرت موضوع السلم والبيت ده، وده طبعا كان بيتنافى مع كلام جوزي اللي الشرطي بصله واتهمه بان هو ضربني وهو السبب في اللي حصل لي ده، لولا تدخل ابني اللي حكى للظابط عن وقعتي من على السلم ده. وطبعا عزز كلام ابني وجوزي كلام الدكتور اللي قال ان الوقعة دي ممكن تكون سببت لي فقدان جزء من الذاكرة، لكنه كان فقدان مؤقت، وبعد كده هفتكر كل اللي حصل بالتدريج، وده لان الحمد لله المخ ما تأثرش بالوقعة. المهم ان هما لما خلصوا كلامهم انا حسيت ان انا تعبانة، فنمت تاني لحد ما فوت تاني يوم وخرجت من المستشفى للبيت. واول ما دخلت البيت افتكرت كل حاجة، افتكرت الوقعة والسلم، افتكرت كلام صاحبتي كمان اللي قرت لي الفنجان، افتكرت ان انا قبل ما يحصل اللي حصل ده بيومين كنت مسحة البيت بمية وملح، وان انا قلت بعد ما خلصت بيني وبين نفسي ان انا بتحدى اللي بيظهروا لي دول في البيت، واني انا يا هما، لكن الظاهر ان هما كانوا اقوى. فات يوم، واليوم اللي بعده جم جيراني اللي حواليا في البيت عشان يزوروني لما عرفوا اللي حصل لي، بس الغريب ان واحدة منهم قالت لي والله احنا مبسوطين قوي ان انتوا سكنتوا البيت ده، لان انتوا بجد بقيتوا ونس لينا في الحي، ومبسوطين اكتر ان انتوا قدرتوا تصمدوا فيه. ردت عليها وقلت لها يعني انتوا تصمدوا فيه تقصدي ايه بالكلمة دي؟ ردت عليا وقالت لي وهي بتهته بالكلام لا انا ما اقصدش حاجة، انا اقصد يعني ان صاحب البيت راجل صعب محدش من المستأجرين بيقدر يستحمله. قالت كلامها ده وغيرت الموضوع تماما، بس انا لاحظت انها ما كانتش تقصد كده. لاحظت كمان ان الكلام اكيد الكلام يجيب حاجة تانية او جيران يعرفوا حاجة، هما بس مش حابين يقولوا عشان البيت يفضل مسكون. الله اعلم هما ما قالوش ليه، بس اللي متأكدة منه ان هما عارفين حاجة عن البيت ده وما قالوهاش ولا حابين يقولوها او خايفين يقولوها مثلا. المشكلة وقتها ان ولادي سمعوا كلمة جارتنا دي وكانوا مصممين اننا نمشي من البيت، لكن انا كنت مصممة اننا نفضل فيه. كنت دايما محصن نفسي بالقرآن وبالأدعية لحد ما الصيف جه، ومع الأجازة اللي بتخلينا معظم الوقت نخرج برا البيت، وكمان في الليل بيكون كل صاحي، والحمد لله بدأت تقل الأحداث الغريبة دي. أولادي بدأوا يطمنوا لحد ما رجعت الشيلة تاني، ومع رجوع الشتاء والدراسة بدأت الأحداث تتكرر تاني، وبدأوا الأولاد يشوفوا حاجات غريبة في البيت زي اللي كانت بتظهر من كام شهر، ويمكن أكتر كمان لدرجة إن بناتي ما بقوش يناموا كويس.
ما بقوش يركزوا في مذاكرتهم. الأكبر من كده كمان كمية الحشرات والفئران اللي بدأت تظهر لوحدها، لحد ما بقت كتيرة جدا زي ما شفناها في البيت قبل ما نسكنه. وفعلا وقتها كان خلاص الجيل فاض بيا وبالأولاد، وفعلا شفنا بيت تاني وقررنا ان احنا ننقل من البيت الملعون ده. اخر يوم ليا في البيت ده انا فاكره كويس ان هو كان بالظبط نفس اليوم اللي سكننا فيه البيت، وفرقة غريبة جدا والله ما حسبناها، بس هي صدفة زي كل الصدف اللي مرينا بيها. نفس اليوم اللي سكننا فيه البيت في شهر ديسمبر هو نفس اليوم اللي سبنا فيه البيت في شهر ديسمبر. سنة كاملة قعدنا في البيت. يوميها بعد ما نقلنا كل العفش من البيت الملعون ده للبيت الجديد، دخلت انا علشان اخد اغراضي يعني المتبقية. جوزي والاولاد ما كانوش في البيت، ما كانش في غيري انا وبس، وكأني كنت بودع البيت. بس وقتها صديقتي المقربة ليا واللي هي اللي قضت لي الفنجان بالمناسبة كانت بتتصل بيا على الماسنجر فيديو كول، كالعادة يعني ان احنا متعودين نحكي لبعض ونتكلم فيديو، مش المرة دي بس. فتحت المكالمة وبدأت اتكلم انا وهي كأنها هي كمان بتودع البيت معايا. فضلنا نتكلم ونهزر لحد ما فجأة لقيتها بدأت لحاجة ورايا، ولقيتها اتكلمت: انتي متأكدة ان انتي لوحدك في البيت؟ والله لوحدي. نظفت البيت وقلت لازم اسلمه نضيف اللي هيسكن بعدنا يعني، وبعد كده كنت داخل عشان اخد ما تهزريش، مين اللي معاكي ده؟ اول ما قالت كده حاسة ان قلبي بيدق بسرعة رهيبة. بصيت ورايا لقيت باب اوضة من الاوض مفتوح، كان في طفل صغير جسمه كله اسود مش باين منه اي ملامح، كأن كتلة سوداء متشكلة في شكل طفل صغير. بصيت لصاحبتي في الكاميرا ما لقيتش اللي قاعدة عند الشباك، حسيت بفزع وبرعب خلوني قفلت معاها. دخلت لبست عبايتي وخدت الحاجات اللي متبقية وخرجت من البيت. اتصلت بجوزي وخليته يجي ياخدني، بس ما روحناش للبيت الجديد، انا خليته يوديني عند صاحبتي اللي لما رحت لها لقيتها منهارة. لما سألتها مالك قالت لي انا كنت بكلمك عادي لحد ما ظهر عند الباب اللي كان وراكي شخص. في الاول كنت فاكرة ان هو جوزك، بس لما دققت معاه اكتشفت ان هو راجل عجوز قاعد عند الباب، كان بيشاور لي وكأنه كان بيودعني. اول ما قالت كده انا رديت عليها وقلت لها راجل مين وباب مين؟ انا ما كنتش واقفة عند باب اصلا، انا طول المكالمة كنت بكلمك وانا في وسط البيت، كان ورايا اوضة من الاوض. ردت عليا وقالت لي وهي بتطمني طب خلاص مش مهم، المهم ان انتوا دلوقتي خرجتوا من البيت الحمد لله بخير ومحدش فيكم حصل له اي حاجة من البيت الملعون ده. خلصت الكلام مع صاحبتي وبعد كده مشيت على البيت الجديد. بس قبل ما اختم حكايتي حابة اقول كذا حاجة كده. واحنا بنعزل من البيت الجيران كانوا بيقولوا لنا كويس اننا خرجنا على خير، محدش فيهم برضو كان راضي يقول لنا اي حاجة ولا يفهمنا اي حاجة عن البيت. بس بعد فترة عرفنا ان البيت ده كان بنيه واحد بسعر غالي جدا، كان له اخ عاوز يأجر البيت ده منه بسعر رخيص قوي لكنه رفض. فاخوه ده عمله سحر على البيت علشان محدش يقدر يسكنه غيره ابدا، او حتى ممكن اخوه يسيبهوله، ولما يسكنه او اخوه يسيبهوله يبقى يفك السحر اللي عمله. لكن الراجل صاحب البيت كان راسه ناشفة، حاول يأجر البيت لكن محدش كان بيستحمل يقعد فيه بسبب الحاجات اللي كان بيشوفها. فقرر بالعند في اخوه انه هو بيع النهائي وبسعر رخيص جدا، وفعلا جه واحد واشتراه.
اللي اشتراه ده هو مالك البيت اللي احنا مأجرينه منه، واللي أجروا قبلنا لناس كتير جدا ما كانوش بيستحملوا يقعدوا فيه برضه، وآخرهم كان احنا، وقبلنا كان السكن اللي عرفنا ان هو لما حاجات كلها وسافر من غير ما حتى يقول لأي حد أي حاجة، ولا حتى يقول لصاحب البيت، ولا حتى حاول يرجع ولا يتواصل مع أي حد. والحقيقة أنا مش عارفة ليه بعد ما احنا مشينا من البيت برضه عرفنا إن صاحب البيت أجروا ناس تانية ما استحملوش يعيشوا فيه بسبب الحاجات الغريبة اللي كانوا بيشوفوها، وعزلوا هما كمان لحد ما أجروا الشاب ده حوله المخزن ما بقاش حد يسكن فيه. دي كانت حكاية البيت اللي بسببه لحد النهاردة عايشة أنا وأسرتي في ألم وغم بسبب الحاجات الغريبة اللي بنشوفها حتى بعد ما سيبناه. احنا سكننا في بيت جديد بس لحد النهاردة بناتي بتشوف خيالات سودة وبيشوفوا نفس الراجل في الحمام، وحتى ابن اللي خلفته بعد ما سيبنا البيت أصلا واللي بالمناسبة عمره دلوقتي 2 بيصحى معظم الوقت مفزوع وبيصرخ. ومن الحاجات الغريبة إن في مرة كان قاعد بيلعب وفجأة بص ورايا وبدأ يصرخ، ولما سألته هو بيصرخ ليه رد عليا وقال لي إنه شاف بلاك مانكي، وده معناه قرد أسود، وهو قال كده لأن أنا كنت بعلمه الأسماء والأشكال الحيوانات باللغة الإنجليزية. وكمان لحد النهاردة لسه بنسمع أصوات، ومش أي أصوات، احنا بنسمع أصواتنا احنا واحنا بننادي على بعضنا.